السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأفاضل، لقاؤنا يتجدد بكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم لمسات نسائية، برنامج يعنى بقضايا المرأة. مشاهدي الأعزاء، أصبح من حقنا اليوم أن نتحدث عن المسرح الصحراوي بصيغة المؤنث بفعل عطاءات المرأة الصحراوية، سواء في مجال التأليف المسرحي أو التمثيل. لتسليط الضوء على هذا الموضوع، يسعد برنامج لمسات نسائية أن يستضيف خلال هذه الحلقة الكاتبة فتيحة بومقوت، لنتعرف جميعا مشاهدي الكرام ونسلط الضوء على موضوع التأليف المسرحي. تابعوا معي الروبورتاج التالي. المسرح من أهم الفنون التي تعكس واقع المجتمع بكل تفاصيله، يجسد ما يعانيه الإنسان ويفكر به ويقدمه في قالب فني مباشر للجمهور. قصص وأفكار، تطلعات مقتبسة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، هدفها نشر الوعي، تبادل المشاعر والتأثير في النفس. ومنذ بداية نشأته كان هذا الفن حكرا على الرجل، هو الكاتب والمؤلف، هو الممثل والمخرج. لم يكن للمرأة من حضور فيه سوى ذكرها في بعض الأحداث والقصص. أصبح المسرح بالنسبة للمرأة منصة لإثبات قدراتها الفنية وقيمتها الأدبية، فبعد أن وضعت قدمها على خشبة المسرح فرضت نفسها في تمثيل وتشخيص للأدوار إلى جانب الرجل، رفعت سقف طموحاتها وأصبحت تنقل قصصها من الواقع إلى خشبات المسارح، تدافع عن آرائها وتؤثر في الوعي المجتمعي من خلال تأليفها لمسرحيات هي من تحدد شخصيتها. كما أسسنا فرق مسرحية نسائية أصبحت تشرف على الإخراج، إدارة المسارح، وحتى على مستوى صنع القرار في المجال المسرحي. إسهامات فنية مميزة بصمت عليها المرأة في مجال المسرح، أكدت من خلاله على دوره الفعلي في التنوع الثقافي، أضافت تجارب جديدة للمسرح ليكون أساس الفنون الأخرى. كما تمكنت من الرقي بالمستوى الفكري للنساء وتسليط الضوء على أهم قضاياهم، إضافة إلى التعريف بقيمتها داخل المجتمع وخارجه، وتجسد بذلك فكرة أن النهوض بأوضاع المرأة من أهم التحديات التي يجب الانخراط فيها بشكل مسؤول ومستمر، نظرا لمكانة المرأة الذي أصبح ضرورة ملحة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة. مشاهدي الأعزاء، مرحبا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم لمسات نسائية، باسمكم وباسم طاقم البرنامج. وأرحب بضيفتي الأستاذة فتيحة بومقوت. مرحبا وسهلا بك، ونشكرك على تحملك عناء السفر من مدينة طرفي العيون. بك وهلا أخت فتيحة، والشرف لي أنك مستضيفيني في هذا البرنامج. مرحبا بك، الشرف كذلك إن نحن. أول شيء نتعرفوا على فتيحة بومقوت. فتيحة بومقوت مواليد مدينة قليمي، كبرت وقريت في مدينة طنطان. الصراحة نفتخر نقول عني من طنطان. تعلمت فيها كل شيء، تعلمت فيها أول مرة طلعت المسرح مثلت في طنطان، أول مرة حكمت ميكرو درت تقديم في طنطان، أول خطوط الشعر البسيطة في طنطان. والله أساتذة اللي نتكلم درك ونقول مثلا فلان علمني كذا ولا فلان، نقول كامل أساتذة ديال طنطان. وإحنا كذلك نوجه التحية للطنطان وأهل الطنطان من برنامج لمسات نسائية. وكيف نعرفه، فتيحة بومقوت ممثلة، كاتبة مسرحية للأطفال، وكذلك عندك كتابات على ما أظن شعرية، إطار في الشبيبة والرياضة. بحال جاتك هذه الفكرة على أنك تدخلي مجال التمثيل؟ شنو نقول لك أستاذتي، هو شوفي، كيقول لك أي إبداع هو يولد من رحم المعاناة. في البداية أنا الوالدين مفتصلين من عمري 4 سنوات، فالمتنفس والعائلة كانت هي المدرسة.
واول شخص جر ايدي للنحو والانشطه الموازيه كان هو الاستاذ نور الدين اواه. كان دخلني المسرح المدرسي، وكان هو الصراحه انا عندي فرط الحركه وتشتت الانتباه واضطراب معروف، فكانت فيه كثره الكلام وكثره الحركه، وكنت ذكيه في الدراسه، فما كانش عندي مشكله انا في القرايه، فجروني يعني كنوع من التفريغ. دخلت المسرح المدرسي وشاركت، باقي كان عقل اول دور كنت مثل يعني طفل، لبسوني كوستيم، جمعوا لي شعري، كتبت الاغنيه اللي كانت غنات في المسرحيه، وكانوا عاطيني واحد القيمه كبيره، كنت كنحس عني ماشي صراحه. ايه كانوا الاساتذه كانوا اباء، ما كانوا مجرد اساتذه، خصوصا الاستاذ نور الدين اواه الله يذكره بالخير. كنت واخا كان هذا نرتقي للقسم الموالي كان كيجي يوصي عليا الاساتذه وكذا، وكانت نعطالي واحد المساحه. انا كنت نقرا في مدرسه حفصه بنت عمر في طنطان، كانت عندي واحد المساحه خاصه، عقب كل حصه فاتحه كتبتي شي حاجه، كان كل استاذ يسولها لي، كنت نكتب قصص قصيره، كنت نكتب اناشيد. فكنت كنحس بالخجل انني الا جيت الحصه وقال لي الاستاذ واش كتبتي شي حاجه، ونعود انا ماني جايبه معايا شي حاجه كاتباها. فكان لابد كان ستيلو دائما خدام، اصلا دماغي ما كيحبس، الا عرفت فرط الحركه فالنشاط كيكون شويه زايد في المخ. فتمت هذيك كتابه الشعر وكتابه مسرحيات، ماشي مسرحيات، هي قصص قصيره، هذو بالابتدائي والاعدادي الى الثانوي. من عندنا نديروا مسرح الشباب، كنا نشاركوا في دار الشباب، نشاركوا في مهرجانات كانت تعدنا ديك الساعه وزاره الشباب، كانوا مهرجانات سنويه، كنا نتاهلوا اقليميا ووطنيا، كنا نجوا للعيون ديك الساعه من طنطا. ديك الساعه انا كنت ندرب على يد اساتذه اخرين، كان عندك ساعه الاستاذ مختار مجيديله والاستاذ رضوان الرحالي، واكتشفت نوع اخر. كنا نديروا الارتجال المسرحي، وجيت لهنا للعيون وشفت فتحت عيني يعني شي حاجه خارج اطار المسرح المدرسي، مسرح الشباب. فاستوعبت نجرب نكتب. اول مسرحيه كتبتها كانت عندي شي 17 عام 18 عام. وعقب مشيت للرباط، دخلت المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب، جربت الكتابه مؤلفه، كان وجدنا مسرحيه، كنت كتبت مسرحيه ساندريلا، كتبت ما كنتذكر عناوين ولكن نعقل على المواضيع. ومسرحيه ساندريلا بقات كمشروع، ما كملناه بحكم الامتحانات، عقب خدمته العام اللي فات، شاركنا به ماشي العام فات، العام 2023 مسرح الاطفال الشباب، شاركنا به مهرجان جائزه محمد الجم، وتاهل اقليميا وطلعنا للجهوي، عقبنا نقصينا، ولكن المهم كانت تجربه، كملت تجربه. هذا الكتابه شجعتني انني علاش ما ننشر. الا نشرت مسرح الشباب هو كاين، قلت انا ننشر شي حاجه اللي مختلفه وغايبه في السوق، هي مسرح الطفل. الخامه كانت عندي، انا كنت نكتب مسرحيات في المخيم، مخيم تعرفين المرقو، مخيمات ديال الشباب والرياضه حق، وكنت نكتب مسرحيات صافي. قانيتهم، شجعني الاستاذ نعمه بيروك. والله انا كنت واحد الوقت مهم في واحد الفتره كنت ما قديت نمثل، اتجهت للتسجيل الصوتي، درت قناه في اليوتيوب، عدت نقرا الروايات، قلت نشجع المنتوج المحلي ونقرا الاساتذه اللي عندنا هون في الجنوب. نشأتي قناه ديالك؟ قناه ديال اليوتيوب، واول استاذ تواصلت معه هو الاستاذ نعمه بيروك، وشجعني، قال لي مرحبا، قال لي هاكي قبضي لك كامل تصرف في المؤلفات، كان يرسلهم لي بالاهداء وكنت نقراهم. في الخضم هذا داك التعارف وداك الشيء، قلت له قضيه ديال انني كنكتب وكذا كذا، قال لي نشري. لما تنشري نشجعك، ونعت لي الطريقه، نعت لي المطابع، نعت لي البروسيدور بحال اش تعدل، وزعمت ونشاط الكتاب. اذا هذا كامل خرج من كيف قلتي على انه كنتي طفله، والحمد عشتي ذيك فترة مثلا التفكك الأسري، وقريتي في مدرسة حفصة بنت عمر، وكيف نعرفوا احنا ناس كاملة هالطنطان وهلس، على أنه ذيك المدرسة ما يدخلها حد شوية مرق منها عبقري، ما مرقوا منها شنو الكوادر الكبار اللي نوجه لهم التحية، على أنه دائما إنسان ما يقد ينتج شنو إلا ما أي إنتاج كيكون عنده علاقة من قلب معاناة، ما قطعت قليل من تجربة الرفاهية، على أنه امرأة منها مبدعين، وانتي الآن مبدعة شابة ومازال عندك ما شاء الله طريق طويل اللي تقدي إن شاء الله تعطي فيه أكثر وأكثر. إذن قلتي عنك مثلتي، دخلتي التمثيل، لا يا كانك جبرتي إكراه في التمثيل، ما قديتي تكملي فيه شنو
هو التمثيل بالنسبه لي واحد الوقت ربما قلت لك كان مجرد تنفيس وهوايه. منين لحقت الفتره ديال المراهقه والثانويه عاد حلم. انا كنت نقرا علوم رياضيات سيونس مات. منين دخلت المسرح في الثانويه غيرت افكاري كامله وغيرت مساراتي. كنت باغي نعود مهندس الدوله، فانا باغي نعود ممثل. غيرت شعبه، درت علوم الحياه والارض باش نقبض باك عادي. دفعت المعهد المسرح، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. دفعت السنه الاولى وما نقبلتش وتشبثت جوبي الحلم. دفعت السنه الثانيه وما نقبلتش وتعقدت. صافي قاطعت المسرح صافي الا ما هو كتابه. صافي عدت متجهه لما هو كتابه ومسرح الطفل. سبحان الله تخرجت في 2012 2013 2014 قاعدين في الدار ما كان عاد والو. تخرجتي من علوم الحياه والارض من المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب حق. وتعرفي نحانوا التوظيف. صدفه كانوا يصوروا مسلسل سريسر ذهب، وكانوا الناس دار الكاستينغ وخدامين كيصوروا. كانوا شي مشاكل كانوا يلودوا على بيبي فيس، على وجه شي واحد فيه طفوله. بحكم ان الشخصيه كتكون صغيره كتكبر وهي بريئه بزاف كانت. فمنين عيطوا لي صدفه، كانوا بداوا التصوير بشي نص شهر، عيطوا لي تعالي كذا. جيت عندي مشاكل مازال ما نعرف نلبس ملحفه، الحسانيه شويه متكسره، ولكن مع ذلك كنحفظ وكذا. جبرت راسي بطله في مسلسل ما شاء الله. نفتح لي واحد الباب زعما شي حاجه بالنسبه لي انا. ومثلت كانوا جوج ادوار. كانت دور ديال كومبوز تعرفي كيوقع واحد السحر في نص المسلسل كتنقلب الشخصيه. فجبرت انا لعبت زعما بحال قلتي كنت واحد الطاقه كبيره فجرتها في هذاك المسلسل. واخا الله يرحمه المخرج اسماعيل زبكاي الله يرحمه ويوسع عليه، كان هو المخرج ديال العمل. قال لهم هذه راه مي خدامه، هذه كتلعب. قال لهم هذه كتستمتع كتلعب. لان الطريقه انا صراحه جيت نستمتع، ما كان همني لا ما هو مادي ولا ما هو تقني، ولا كنت كنقعد استمتع. كان كيقول ما تكلموش معها بديك الطريقه اللي كتكلموا مع الممثلات، غير ليتي الشرت جايه تلعب وصار. وفعلا تخطى العمل زوين وعجب الناس. مازال لحد الان يعرض على قناه العيون الجهويه، يعني يعرض على قناه الامازيغيه مازال يتعاود. وجا التوظيف في 2016، جا العرس في 2017. كانت من الشروط ديال الزواج انك ما تظهري في التلفازه. فملي قلت لك توجهت للتسجيل الاذاعي، ولكن بقات عندي ديك الرغبه داخليا عني انا لا انتمي. هذاك الخفاء، انا احب الظهور، يعجبني نبان قدام كاميرا، يعجبني نضحك في وجه الناس، يعجبني نسمع رده الفعل ديال الناس، نبغي التشجيع. وبحكم ربما حتى الاضطراب ديال الفرط الحركي يبغي الشو، يبغي هكا يبان. المهم وقعوا مشاكل عائليه، انفصلت عن الزوج ديالي الاول من شي قالوا السلام عليكم شوفوا لي نخدم. زين. فكانت دخلت لي الاستاذه فتيحه بوجدر، وقفت معايا شخص ثاني المساند لي صراحه زعما خيرها ما ننساه. رجعتني قالت لي وبقوه تعالي انا معك. وكان السيناريو ديالها قرفاف اللي يعرض في هذا شهر رمضان ان شاء الله. وقالت لي تعالي ودخلي وهذا، وخطيت الكاستينغ. طبعا داك المسائل كامل خطيت الكاستينغ كل شيء، ولكن صراحه تم الانتقاء الدور. اختاروا يدورهم ما داخل في شخصيه رئيسيه بحكم الغياب ديال 10 سنوات، ولكن كان دور زوين. تاح لي مولي واحد عطاني مولي واحد فرصه انني ان شاء الله تجبري المجال المتاح اللي ان شاء الله تعوضي به وتظهري به الظهور اللائق اللي انت تبغيه. لهي نرجع نكملوا حديثنا انا وانت والمشاهد الكريم بعد ما نرجعوا من الفقره المواليه، فقره شهادات واراء. الكتابه المسرحيه عموما في الصحراء تعتبر تجربة حديثة مرتبطة بالتحولات التي عرفها المجتمع ما بعد مرحلة الاستغلال، وتدخل ضمن الفنون التي تطورت. في البداية كانت الكتابة عبارة عن هواة، ثم قبل أن تنتقل إلى مرحلة الاحتراف. ومع تعديلات دستور 2011 استفاد المسرح أو الكتابة عموما من العناية المولوية الملكية التي أوليت لهذا القطاع، وبالتالي ظهر عندنا مرحلة جديدة من الاحتراف وظهور المقاولة المسرحية. تبقى الكتابة عموما عنصرا أساسيا في العمل المسرحي أو الفعل المسرحي، لأن مهما كان يعني بالنسبة للمسرحية رائعة، لابد أن تتأسس على نص مسرحي قوي، وإلا اعتبر العمل ناقصا. على العموم الكتابة في الصحراء تزاوج ما بين
الكتابة الدرامية للمسرح، العمل المسرحي، وما بين الكتابة الركحية المرتبطة بالتصور الإبداعي. على العموم عندنا تجارب اللي هي جد مهمة ونقاط مضيئة في المسرح، خاصة مع وصول فئة من خريجي المعاهد الوطنية، والذين أثروا تجارب مسرحية مضيئة. مشاهدي الأعزاء، مرحبا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم لمسات نسائية باسمكم وباسم طاقم البرنامج. وجدد الترحاب بضيفتي فتيحة بومقوت. مرحبا وسهلا بك مرة أخرى، ونكملوا حديثنا في مسارك الفني وفي إصداراتك اللي تكلمتي لنا عنها. شنو أهم الإصدارات اللي كنتي صدرتي؟ هو صراحة البداية ديال النشر كانت فقط على المستوى الفيسبوك، كنت ننشر مقالات، ننشر قصائد. اليوتيوب مولي نعدل القصائد نسجلها بصوتي وننشرها، إلين اتصلت بي الأستاذة الله يرحمها عزة الشقواري، الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها من هذا المنبر وباسم طاقم لمسات نسائية نجدد الرحمات على أستاذة عزيزة الشقواري اللي كانت هي أول من أسس رابطة كاتبات المغرب. الله الرحمة والغفران. الله يرحمها. كانت تواصلت معي الله يرحمها وقالت لي هذا المستوى ديال الكتابة خاصو يتنشر على ما هو ورقي. قلت لها بسم الله صافي. قالت لي رسليهم لي، رسلي لي صورة، رسلتهم لها. عدت بحال قلتي كل أسبوع أسبوعين كتنشر لي إما قصيدة، إما مقالة، إما قصة قصيرة. الله يرحمها كان داكشي مشجع قباله، لان عقبها جرائد الكترونيه كيتواصلوا معايا واش عندنا الحق ننشروا، تسمحي لنا ننشروا. فكان مجال النشر ما هو ورقي وما هو الكتروني على مستوى اليوتيوب. وبالنسبه ما هو يعني مطبوع دار النشر وكذا، هو اول مره كان ننشر هو كتاب الفصول الاربعه اللي هو عباره عن مسرحيات للاطفال، 4 مسرحيات كامله في مجال البيئه. نشرتهم في سنه 2025 هذا العام هذا ان شاء الله. نزلت كاع ما درت توقيع الكتاب ان شاء الله. الله يوفقك. واهم شيء كيف قلتي على انك درتي مسرحيات في مجال البيئه، نتمنى اهم شيء هو التواصل مع الاطفال وزرع فيهم العديد من المواضيع اللي هي تعد فيها القيم والاخلاق من خلال الفنون المسرحيه. اللي هي نرجعوا نتكلموا مازلنا ما كملنا حديثنا في مجال الجديد عندك في التمثيل. حاليا كاين مسلسل قرفاف لا يعرض ان شاء الله في رمضان، وكاين مشروع ديال بحكم العمل ديالي في قطاع الشباب، فاحنا كنعودوا مطالبين بالمشاركه في المهرجانات. فحاليا كنستعد لكتابه مسرحيه للمشاركه في مهرجان ديال الشباب ان شاء الله. يعني مشاريع وصحيح مشاريع في الكتابه. كاين مشاريع ديال افلام قصيره ما كتكمل، هو بحكم نرجع نقول لك بحكم اضطراب ديال فرط الحركه وتشتت الانتباه، الناس اللي عندهم اضطراب يعودوا عارفين كتبداي ما تقدي تكملي، فهمتي داك الاستمراريه ما كتعود، كتحمسي تبداي تكتبي. ممكن ديك تجبري عندي دفاتر ياسره فيها بدايات بدايات بدايات. يعني قلت لك صراحه شهاده حق، انا لولا تشجيع الاستاذ النعمه بيروك لربما ما نشرت. المهم حاليا كاين مشاريع ياسره غير ان شاء الله. ان شاء الله تركزي على هذا العمل وتكون عندك اصدارات اللي هي مهمه. وضعيه المراه او الفنانات الصحراويات في الاقاليم الجنوبيه، وضعيتهم في التمثيل بحال تشوفيها انت كانوا، لانه كاين واحد انخراط والله مازال، لانه القلائل. هو الصراحه نتكلم ونقولوا عندنا فنانات ما شاء الله اللي هي الطاقه كاينه، ممثلات عندنا طاقه عندنا، غير لربما ندره الاعمال الانتاج قليل. هادشي علاش ما كتنعطى الفرصه للجميع لربما. بالنسبه للمجتمع فانا شخصيا مثلا كاسرتي الناس كتتقبل الفن، لا الوالد لا الوالده كيشجعوني، بالعكس كيفتخروا بالاعمال من يمثل. عكس مثلا من تعرست الزوج ديالي حس ان هادشي مخجل،
ان المجتمع لا يتقبل ان يقولوا عيالك تظهر في التلفازه، فهمتي. فانا استجبت وانقطعت، ولو اني ما حسيت بانها بارادتي الحره ولا انني مقتنعه، ولكن حالي حال الاغلبيه. فممكن تجبري دابا ياسر من طفلات باغيات يمثلوا، ولكن اهلهم كيشوفوا عن، فهمتي، لربما هو المجال فيه شوي من الغموض، لربما كنسمعوا قصص، ولكن اللي بغي ناكد انها قصص مغلوطه. انا بحكم المشاركه في البلاطوات، شارك جوج بلاطوات، فالاجواء كتكون اجواء عائليه محترمه، فنانات ما شاء الله محترمات، التصوير كيكون زعما المهم في الجنوب، المهم ماشي اللي حضرت له ما شاء الله زعما داكشي في المستوى، واللي عندها شي موهبه تزعم وكثروا شويه الانتاج، نجبروا منين نخدموا حنا يخدموا الاخرى. زين. فتيحة، وكذلك المسرح، الجمهور في الأقاليم الجنوبية، شنو هي كان مثلا كاين جمهور المسرح، كاين اهتمام بالمسرح، على انه كيف كيكون واحد الاعلان على واحد المسرحيه، على انها لي تعود مثلا الساعه كذا مع الساعه كذا، لي تعود مثلا في مسرح دار الثقافه وفي مسرح دار الشباب. كان فعلا كاين جمهور مهتم، كاين جمهور اللي هو كيهتم بالمواضيع. تحدثي لنا اكثر عن هذا الموضوع. بالنسبه لمهرجانات الشباب كيكون واحد الحضور كبير، كيكون مهرجانات ديال المهرجانات القطاعيه، يعني مثلا مهرجان الجم او مهرجان كتجي تجبري الحضور القاعه بلان. ولكن بالنسبه للمهرجانات ديال الجولات، لربما بعض المدن بحال مدينه العيون، الداخله، طنطان كيعود الحضور كثير. بالنسبه مثلا لطرفايه الجمهور كيعود قليل، لربما بحكم ما كاينش داك التعود. مثلا هون في العيون كاين جمعيه ياسرات اللي عطلوا المسرح، يعني كاين داك التعود، الجمهور عارف عن عرض غيكون. اما الطرفايه كيجوها نوبه حتى في الجوالات درك مثلا تقد مثلا نقول لك تخطى شهرين ثلاثه ما جانا عرض، فهمتي، ومنين يجي الناس ما هي متعوده، فهمتي، فالحضور كيكون ضعيف في الطرفايه. كذلك أنت كإطار في شبيبة والرياضة واهتمامك بمجال الشباب، لأنك كتشرفي على الرحلات ديال التخييم، كتشرفي على الأطفال، كانوا هذا أبنائك أنت كانوا منخرطين معك في هذا المجال، والله بحالاش كتقنعيهم على أنهم يعودوا معك، والله كانوا فعلا زين عندهم ذا اللي هو المجال ديال الشباب والرياضه هما كل شيء الاطفال واولادنا كلهم ابنائنا. التخييم كيعطي فرصه للتركه انها تكون شخصيتها، انها تعتمد على راسها. هو قليل من الاسر اللي كترسل التركه وهي خايفه، اما الاغلبيه كيعود عارف عن ولده غيمشي غيكتسب واحد الحاجه جديده، كيعطوك تركتهم هما ثايقين فيك. وفعلا المرحله التخييميه راهي كتخطى بواحد الشكل، تنقول لك الطفل كيغسل وجهه راسو، يشل لباسو راسو، يطوي فراشو، يشاركوا في المسرحيات، يقلعوا الخجل، فهمتي، كيعتمدوا راسهم، كيشاركوا في المعامل التربويه، السهرات كيمرقوهم كذا. يعني التخييم هو واحد الفرصه لصقل المواهب. بالنسبه لسركسي انا صغيرين مازال ما يقولوا مخيمات، لان كاين واحد السن قانوني من 7 ل 14. انا وليداتي يلا 5 6 ونص. الله يخليهم لك ان شاء الله. امين يا ولدي. اذا على انه المخيم كيكون تكوين كيتكونوا فيه الاطفال. بالنسبه للاقاليم الجنوبيه كاين اقبال؟ كاين ما شاء الله، كاين ياسر جمعيات اللي كتهتم بالتخييم ياسرين. تقريبا راه كتخرج مثلا غير طرفايه مثلا راه كتخرج 200 كل صيف غير من المدينه، يعني ما الا زدنا النواحي تبارك الله راه كيخرج العدد. العيون ما شاء الله راه كيخرجوا بالالاف، كيخرجوا كل صيف ما شاء الله. كاين الاكراهات والافاق المستقبليه بالنسبه لاي مجال العمل زعما فتيحة بومقوت. فتيحة لربما ضغط الوقت بحكم تربيه الابناء، العمل، الوظيفه لانها كتقبض لك الوقت. نتمنى انني نقدر ننظم وقتي باضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. الريفي عندي 20 ريفي في التليفون باش نتذكر كل شيء. نتمنى ان الحياه تكون اسهل ليه تكون اسهل ان شاء الله، ولا تكون اجمل. كلمه اخيره للشابات اللي او الشباب اللي زين عندهم يدخلوا مجال المسرح. اول حاجه لا تفقدوا الشغف، ودائما الاستمرار والمحاوله. الفشل ما كيعنيش النهايه، كيعني بالعكس التجربه، ونعاود ونتشبت بحلمي. انا في عمري 37 سنه
لربما فاش بغيت نبدا المسرح اول مره كانت عندي 17 18 فاش بغيت، لربما لو اني يأست وقلت لا ما غنكمل، ربما ماني كاينه، ربما ما بديتش الا اواخر العشرينات بدايه الثلاثينات وتوقفت، وراه راني درك لي نكمل. نتمنى لك التوفيق والنجاح. الحديث معك جد 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 شيق الأخت فتيحة. شكرا. المخرج يشير إلى نهاية الحلقة. شكرا لك أستاذة فتيحة، وشكرا على الطلة البهية والابتسامة الدائمة، والله لا أنا نزدت بك. شكرا وإحنا كذلك نزدنا بك الأخت فتيحة. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة وضيفة جديدة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.